كرة 7 نجوم على جولة في امريدي دوت كوم. مسجاتكم مستنيينها على جولة في امريدي دوت كوم على الشات الخاص بموقعنا، وكمان على صفحتنا على الفيسبوك. اللي حابب يشارك معانا على رقم التليفون 333-57861. ده رقم تليفوننا في راديو جولة في ام، يعني فقرة الاخبار، يعني تعاون جديد بين كرة 7 نجوم وجولة في ام وبين موقع كورة لاين الحقيقي اللي يجيب لنا اخبار دايما اكثر من رائعة الحقيقة، مختلفة غير بقية المواقع. وعشان كده قررنا ان احنا نعمل تعاون بين جولة في ام راديو كراديو وكورة لاين. كورة لاين يمكن جاب خبر النهارده وهو تقرير عن ريال مدريد. يعني ريال مدريد هناك بشرى صار لجماهير الريال اللي اكيد ان هم اتصدموا بعد الخساره من فريق ريال بيتيس في الجوله اللي فاتت في الدوري الاسباني، بعد ما برشلونه طبعا فاز واتسع الفارق بينهم ل 11 نقطه. وبعد الخساره دي بقى ريال في المركز الثالث ورا اتلتيكو مدريد وبرشلونه. المفاجاه الساره انه في موسم 2001 2002 كان ريال مدريد اخر مره موجود في المركز الثالث. فالنسيا كان فاز باللقب، وكان ديبورتيفو في المركز الثاني، والريال مدريد جه ثالث، وكان كمان برشلونه في المركز الرابع. في الموسم ده استطاع نادي الريال ان هو يتوج بلقب دوري ابطال اوروبا. ولو انتم فاكرين طبعا كان النهائي بين ريال مدريد وباير ليفركوزن، وده المباراه اللي زيدان سجل فيها الهدف الرائع جدا من كوره مباشره روبرتو كارلوس لعبها له بالعرض، وزيدان خدها فيرست تايم على المرمى، مسجل الهدف الثاني لريال مدريد، والريال فاز يوميها بهدفين مقابل هدف. يمكن كورة لاين بيأكد انه التركيز على الشامبيونز ليج ممكن يكون سبب من اسباب ان الريال تراجع في هذه الفترة، وانه ممكن تكون رغبة الريال اللي هتكون قليلة في الدوري بما ان الفرق اصبح 11 نقطة ممكن تخلي رغبته في الفوز بالشامبيونز ليج اكبر بدرجة كبيرة جدا. الاخبار لسه مستمرين مع اسبانيا، وهذه المرة الخبر عن راؤول جونزاليس، النجم الاسباني الكبير جدا اللي حاليا متواجد في قطر. يمكن راؤول بعد ما تعاقد مع فريق الصد القطري واصبح بيشارك في الدوري القطري حاليا، خرج بتصريح لصحيفة الماركا الاسبانية بشأن مستقبله بعد انتهاء مسيرته الكروية مع فريق السد. راؤول قال انه انا مش هكون لاعب فقط في السد وبعد كده اغادر، في تنسيق مع إدارة السد القطري ان انا اكتسب خبرات في الملاعب القطرية، وان انا اساعد على بناء جيل قطري يقدر ان هو يساعد ويساهم في بناء كرة القدم القطرية. وراؤول اتكلم كمان عن مشوار حياته بعد ما ينتهي من كرة القدم، وقال انه انا في يوم من الايام اتمنى ان انا اكون مدير فني لفريق ريال مدريد، وان انا اقدر ان انا احقق معاه انجازات كبيرة جدا في عالم التدريب بعد الانجازات اللي انا حققتها كلاعب. طبعا راؤول حتى الان مع السد القطري في دوري نجوم قطر ما خسرش اي مباراه، والفريق متصدر الترتيب ب 24 نقطه بعد 8 حالات فوز متتاليه لفريق السد القطري. فيلانوفا المدير الفني للبارسا بيقول انه الدوري لم يحسم بعد، فاتلتيكو مدريد ليس بعيدا. طبعا اتلتيكو مدريد هيلاقي الغريمين البارسا والريال في المباراتين الجايين على طول في الليجا الاسبانيه. ننقل على الدوري الانجليزي، وبينيتز لا يهم غضب جمهور تشيلسي من التصريحات طبعا اللي جمهور تشيلسي اعلنها في الملعب من خلال اللافتات اللي كانت في لقاء تشيلسي ومانشستر سيتي، اللقاء اللي انتهى بالتعادل السلبي بدون اهداف. ويمكن جماهير السيتي رفعت لافتات ان هم مش هينسوا ابدا دي ماتيو، وانه يعني كان غضبهم كبير جدا على ابراموفيتش ان هو ازاي يقيل دي ماتيو بعد انجاز الشامبيونز ليج في العام الماضي لمجرد انه خسر مباراتين او 3 مباريات في الدوري الانجليزي، وموقفه بقى حرج في الشامبيونز ليج. لكن هم بيروا انه دي ماتيو كان يستحق ان هو يبقى مع الكرة الانجليزية. بينيتز قال انا مش هاممني غضب الجمهور الانجليزي جمهور تشيلسي، ولكن في كل الاحوال الاداء هيتحسن بصورة كبيرة جدا. للكرة الإيطالية، الشعراوي لم يكن لديه أي رغبة في تمثيل الكرة المصرية، ويمكن ده خبر نزلناه على جولة في امبارح وأيضا موجود في كرة لاين، إنه ستيفن شعراوي طلع يتحدث للصحافة الإيطالية وتحدث بشكل جيد جدا عن الكرة المصرية، ولكن فجأة بعد ما قال إنه أنا أرغب في العودة لمصر، إن أنا أشوف أقاربي وأشوف أهلي وأشوف الناس، قال إنه أنا ما كانش عندي أي نية إن أنا أمثل المنتخب المصري أبدا بعد ما وجهت لي الدعوة إن أنا أشارك مع المنتخب المصري. أنا ما كانش عندي نية إن أنا ألعب لمصر، وإن أنا أتمنى إن أنا أظهر بمستوى جيد جدا مع الكرة الإيطالية. تصريح شايفه إن هو منطقي جدا وعادي جدا، ليس هناك أي داعي إن إحنا نتهم شعراوي بالخيانة، وإن إذا كنت أنت لا تريد مصر فمصر لا تريدك. لعيب محترف لم يهتم به المصريين أبدا ولا المنتخب المصري، كان الحل الوحيد
انه يلعب في الدوري الايطالي اللي هو كان موجود فيه، وان هو يلتحق بالمنتخب الايطالي. شايف ان هو تصرف منطقي وتصرف بديع جدا. أليجري المدير الفني للميلان اكد انه ضربه الجزاء اللي فريقه فاز بيها على اليوفنتوس امبارح في الكلاسيكو الخاص بالكره الايطاليه لم تكن صحيحه زي ما كل الناس اكدت، وقالوا انه يعني ضربه الجزاء كان فيها شك كبير جدا، وانه الميلان كان افضل، وانه بدات تعود اليه الثقه مره اخرى، ولكن ضربه الجزاء هي ضربه جزاء غير صحيحه. اخر الاخبار اللي معانا النهارده وهي عن محترفنا المصري محمد صلاح نجم فريق بازل، اللي اكد انه فريق بازل اللي بيعمل على تسويق اللاعبين الموسم الماضي تألق معاه طبعا شاكيري اللي انتقل للبايرن ميونخ، ويبدو انه محمد صلاح سيكون ثاني الانتقالات الموسم المقبل في البوندسليجا، لانه محمد صلاح قال انه النادي ابلغه بوجود عرض الماني من فريق كبير جدا للتعاقد معه الموسم المقبل او حتى في يناير القادم. يا ترى هل ممكن نشوف صلاح في دورتموند او في شالكي او في البايرن في يناير او في الموسم القادم؟ طبعا اتمنى كل التوفيق للنجم المصري المتألق دائما في السماء الكرة الأوروبية. أعتقد أنه صلاح عنده من الذكاء ومن الفطنة اللي يقدر أنه هو يحدد بيه مستقبله بصورة كويسة جدا، وأنه قلة الثقافة اللي أنا دايما بتهم بيها معظم الناس اللي بيرحلوا لأوروبا للاحتراف، وأنه مجرد ما تألق وسجل 4-5 أهداف خلاص أنا عايز أجري وعايز أكسر الدنيا. دي مش موجودة عند محمد صلاح. قال الحقيقة بيظهر بمستوى رائع مع فريق بازل، وقادر ان هو يحسب خطواته بأريحية تامة وبتفكير منطقي جدا. بدأ بداية صح، بدأ مع فريق صغير يقدر يكبر بعد كده. شايف انه الحقيقة محمد صلاح مثال للمحترف المصري، نتمنى له كل التوفيق بإذن الله مع فريقه. يمكن دي كانت الأخبار اللي خدها من كورالاين النهاردة. نطلع فاصل ثم نبدأ أولى الحلقات مع الدوري الإنجليزي.